اه النهارده ايه؟ الواحد مبقاش عارف الايام من بعض. ماشي، ما علينا. شايفين عنوان الفيديو؟ ممكن تقروه دلوقتي؟ تمام، قريتوه؟ الجملة دي مستفزة جدا بالنسبة لي، لان يوم الخميس مش عيد ميلاد ابليس. يوم الخميس ما كانش يوم ابليس، كان يومنا احنا، كان بتاعنا احنا. ما كنتش تلاقي تلميذ مصري مش بيحب يوم الخميس ومش مستني يوم الخميس، لان ببساطه يوم الخميس هو اللي انت خلاص انت طالع عينيك طول الاسبوع مستني يوم الخميس، عشان بس خلاص يوم الخميس جه انا هقعد، انا ما وريش حاجه. انا دلوقتي يوم الخميس بالليل جه، فانا قاعد هروح اقعد على الكمبيوتر بتاعي، البي سي بتاعي، هقعد كده العب الالعاب بقى بتاعتي. اشوف بقى انا هلعب كوره، هلعب بيس 6، هلعب فيفا 2005، فيفا 2005، هلعب المزرعه السعيده، هنلعب المزرعة السعيدة، نزرع شوية عنب. وبرضو معلومة، البرسيم، والبرسيم من الحاجات برضو الرخيصة جدا. او غير الالعاب، انت كنت ممكن يعني واحنا صغيرين، انا بتكلم عن نفسي هنا وانا صغير في الفترة دي اللي هي بتاعت يعني اواخر ابتدائي اوائل اعدادي، الفترة دي كنت بقى اللي هو انا ابتديت اعرف الفيسبوك اكتر، واقعد بقى انا دلوقتي عايز اشات مع ناس غريبة معرفهاش. عادي بتشات، بتعرف على الثقافات المختلفة وبتكلم مع ناس انا معرفهمش عادي. دي حاجة كانت بتتعمل، كنت بعمل كده كتير يعني. كلنا كنا بنستنى يوم الخميس، اللي هو بكره انا مش هصحى على صوت ماما وهي بتصحيني يلا عشان المدرسه، يلا اصحى يلا 5 دقايق بس اقوم، 5 دقايق يسر اللي عليكي 5 دقايق. مفيش الكلام ده. بكره الجمعه، النهارده الخميس بالليل وبكره الجمعه. عارفين يعني ايه بكره الجمعه؟ يعني الموضوع كبير. انت بتستنى كل اسبوع يوم الخميس ده، عشان يوم الجمعه انت مش هتصحى، انت مش مستني يوم الجمعه. انت ايوه يوم الجمعه حلو وكل حاجه، بس ده ممكن نبقى نتكلم عليه بعدين، او ده ليه قصه تانية. بس يوم الخميس بالذات اللي هو انا هنام براحتي، وفي دماغي ان انا مش هصحى بالعافيه، مش هصحى اصحى المدرسه يلا عشان نجهز السندوتشات ونروح المدرسه وننزل مدارس. لو اي حد بيتفرج عليا دلوقتي لسه في ابتدائي او اعدادي او كده وبيروح برضو مدارس وبيروح كل يوم مدرسه وكده، اجمد هتخلص، يعني هيجي وقت وهتخلص وهترتاح في بعد كده. ما تصدقنيش، اعمل اللي عليك دلوقتي بجد. يعني ممكن اتكلم بجد دلوقتي، يعني سيكه كده بجد. اعمل اللي عليك دلوقتي، استمتع بالفتره اللي انت فيها، اعمل اللي عليك. انت دلوقتي في 6 ابتدائي مثلا، في 5 ابتدائي، في اولى اعدادي، اعمل اللي عليك، جيب اخرك، ذاكر بجد، فكك من اللي يقول لك ما تذاكرش وسيب لاخر السنه ومش عارف ايه. ذاكر بجد، عشان بعد كده مش هقول لك بقى هترتاح ولا مش هترتاح، بس بعد كده على الاقل هتكون مرتاح نفسيا مع نفسك ان انت عملت اللي عليك. وانا في 6 ابتدائي انا ذاكرت وعملت، جبت اخري، عملت اللي عليا، ذاكرت وعملت اللي عليا. في اعدادي انا ذاكرت وعملت اللي عليا. بعد كده اللي يقول لك بقى انت مش هترتاح بعد كده، انت مش هترتاح في لما تخش الكليه، مش هترتاح بعد الكليه. لا، انت لو عملت اللي عليك وانت في ابتدائي، لو عملت اللي عليك وانت في اعدادي، لو انت في ثانوي عملت اللي عليك، هتروح الكليه. ممكن تروح كليه صعبه شويه، بس اللي بيقول لك اللي هو يعني ذاكر في الثانويه هترتاح في الكليه. الفكره ان مفيش حاجه اسمها اللي هو راحه مطلقه، يعني كل حاجه ليها الضريبه بتاعتها. يعني انا مش هبقى مثلا بذاكر في الثانويه ودخلت كليه الطب، هل انا هرتاح في كليه الطب بعد كده؟ ما انا اكيد هعاني وهتبقى الكليه صعبه، بس هي دي الضريبه، هي دي الضريبه بتاعت كليه الطب، ان انا عايز اكون فعلا كويس، عايز يكون عندي كارير كويس، فخلاص هجتهد في كليه الطب. اهم حاجه بس اللي انا عايز اقوله ان الفاصل في كل ده ان انا اكون مرتاح مع نفسي، ان انا عملت اللي عليا، انا بس عملت اللي عليا. اي حاجه تانية دي مش مهم، انا عملت اللي عليا وعارف مع ربنا ان انا عملت اللي عليا، خلاص. اي حاجه جايه ده حاجه من عند ربنا. ربنا وفقني في الشيء ده وما وفقنيش، فدي حاجه بتاعت ربنا، انا ماليش اي دخل بيها. ربنا قال لك ان انت تجتهد فيها وخلاص. ممكن نكون طلعنا عن الموضوع شويه، بس انت دلوقتي انت في 6 ابتدائي، مفيش اي مشكله، اعمل اللي عليك، ذاكر نحو، تاسس في النحو عشان ما تزعلش بعد كده، تاسس في النحو وهتبقى زي الفل. ذاكر، استمتع بيوم الخميس. يوم الخميس ده استمتع بيه، انا بقول لك يعني استمتع بيه. بس انا قلت الحاجه اللي انا اقولها لك، دي النصيحه بتاعتي. اللي بيكمل يوم الخميس بعد ما خلاص احنا رجعنا قعدنا لعبنا الالعاب بتاعتنا، خلاص احنا هننام دلوقتي عارفين ان احنا بكره ما فيش صحيان. بكره بقى الجمعه، ممكن ندي الكريدت كده ليوم الجمعه سيكه كده. يوم الجمعه انا عارف ان انا هصحى هصلي الجمعه، هشوف بقى اصحابي، ممكن اكون ما شفتوش طول الاسبوع، كل واحد فينا في مدرسه. انا دلوقتي هشوف صاحبي، هقف معاه، هنتكلم، هنلعب كوره بعد صلاه الجمعه، هروح عند تيتا، هنتغدى هناك، هنقعد قعده حلوه، هنستمتع بوقتنا. يوم الخميس ويوم الجمعه يعني لما كانوا بقى كده، اجزم دلوقتي ان مفيش ناس كتير بتستمتع بيوم الخميس ويوم الجمعه زي زمان. او ممكن انا الموضوع شخصي عندي معرفش، بس انا ما بقتش احس بيهم يعني شبه زمان. معرفش انت لو لسه بتستمتع بيهم فانت زي الفل، افضل استمتع بيهم، لان هم يومين حلوين جدا، وبالذات يوم الخميس اللي هو بتبقى خلاص يا سلام. لسبب ما لفتره طويله يوم الخميس كان بيتعاد فيلم اسمه خطة جيمي بتاع ساندي، كان على طول بيجي على قناه الحياه الحمراء. الحياه الحمراء مش الحياه البنفسجي ولا الحياه الزرقاء. الحياه الزرقاء
دلوقتي بتاعت افلام، بس زمان كانت بتاعت مسلسلات للجيل يعني اللي ما يعرف. المهم يعني مش عايزين نقعد نطلع الموضوع كل شويه. الفيلم ده كان بيتعاد كل خميس معرفش ليه، فانا كنت بقعد انا واخويا كده حسن ونقعد نتفرج عليه كل خميس تقريبا. مش عارف كنا بنحب الفيلم ده يعني. هو فيلم غريب شويه بس احنا كنا بنحب نقعد نتفرج عليه. حاجه يوم الخميس كانت بتحصل، فقلت بس اقول لكم ممكن حد يكون كان بيتفرج على فيلم خطة جيمي. فزي ما كنت بقول لك من شويه ان يوم الخميس ما بقاش زي زمان، او على الاقل بالنسبه لي. حتى لو انا مثلا ما عنديش اجازه الجمعه، عندي اجازه مثلا في نص الاسبوع، اليوم اللي قبل يوم الاجازه ده برضو يعني عادي. ايه عندي اجازه بكره ماشي، اجازه كل حاجه تمام، هصحى براحتي وكل الكلام ده. بس برضو احساس الخميس والجمعه احساس مختلف عن الطفوله. برضو الطفوله بتاعتنا كان فيها حاجات لذيذه، كانت لذيذه يعني الحمد لله. فانا اللي نفسي فيه دلوقتي ان اوقف حد يعني ولد كده في ابتدائي مثلا في 6 ابتدائي او 5 ابتدائي، واقول له ماذا يعني يوم الخميس بالنسبه لك؟ يوم الخميس بيعني لك ايه؟ عايز اشوف اجابته. هل هيقول لي عادي يوم الخميس، ولا هيقول لي لا انا بحب الخميس جدا، ده انا بروح بلعب الالعاب بتاعتي. ايوه تكون العاب مختلفه خالص عن اللي احنا كنا بنلعبها زمان يعني، بس المهم انه يقول لي بحب يوم الخميس عشان صبح الجمعه ان انا مش هصحى، وان انا هشوف صحابي يوم الجمعه، وان انا هروح ازور اهلي او كده. ولا هيقول لي ان يوم الخميس عادي قشطه زيه زي اي يوم عادي يعني. ايه الخميس مش مهم عادي، بروح انا كل يوم بروح بعمل نفس الحاجه، مش هتفرق بقى خميس مش خميس. فساعتها هتاكد ان يوم الخميس بقى عيد ميلاد ابليس فعلا. انا اسف على النهايه الكليشيه، انا فعلا مش عايز انهي نهايات كده، بس مش عارف انا السكريبت ده كاتبه من امتى اصلا. نهايه كليشيه قوي. عارف انت النهايات دي اللي هو بنهي بنفس الحاجه اللي انا بدات بيها. مش مهم، مش هشيلها حتى في المونتاج الحته دي. فبس يعني خلاص انا كده خلصت كلامي يعني، وخلاص سلام. اراكم المره القادمه.